واليوم الخميس 21 ذي الحجة 1445 الموافق 27/26/24. الحمد لله غرسنا النخل حول البيت الطيني. طبعا النخل أعلى جايبينهن تقريبا 12 متر أعلى من البيت الطيني، بحيث إن لم ننفرشن كحلنا البيت وعطنا البيت جماله. خلينا البيت الطيني بوسط واحة يحيط به 21 نخلة. لا تطيح بهالجفرة هذه اللي انا طحت بها. لا تطيح انت بعد. ايه ابوي. ايه برك الرص واخر حصاته. ايه يلا. وهذه مزيراتنا بالبيت. وهاللي تشوفون هذه القوقسية يسمونه أهلنا الأولين قوقسي. تعرف بالمزارع له صوت مميز، وأصل التسمية مأخوذة من قيس قم، يا قيس قم. وأهل قوقسية وأهلنا الأولين الله يرحمهم يقولون إنها تقول يا قيس قم يا قيس قم، لكن الأصل أن الكلمة يا قيس قم من النوم. ويقال أن امرؤ القيس عندما احتضرته الوفاة طاح على وجهه وكان بجنبه حمامة ذي اللي هي القوقسية، فقال أجارتنا إنا غريبان ها هنا وكل غريب للغريب نسيب. ويجي يحتضر ومات عاد بجنبه القوقسية تقول له يا قيس قم من النوم، يا قيس قم من النوم. والعامة يقولون انه تقول يا قيس قم يا قيس قم. اذا دخلتوا المزارع هالايام هذه صوته مميز داخل المزارع. والحمد لله انجزنا شوط كبير من الطريق الحجري، تقريبا وصلنا 30 متر. وهذا الطريق اللي يؤدي يعني يسلك بحيث انه يراح للبيت الطيب.
نصف الحصى، يقوم ياخذ الحصات على المتن اللي تبي. طريقة صف الحصى ويطلع مرصوف من أروع ما يكون. شفتوها لما رفعتها؟ رجعت يمين شوي. خلاص سكب. في آخر مراحل الياقة اللي هي الياقة الغرانيق حقات المجبع أو القهوة أو المصباح. هذا سدينا. بعدين الليل خيفة الحطب طلعت ما هنا ملحة بعد ما كحلناه، ترى ما بعد قضت لها الحين. حتى غرفة الحطب مدللينه، نبي إن شاء الله النعل ذي نحط له تنعيل بحيث انها تطلع مكحولة اروع ما يكون. هذا المجباب الداخلي سدينا هالجحيرات، وهذا جالسين اللي يصن وباقي معلم. هذا جالسين مكحولة كحل نكحل على المجباب نجرب الجص. تكحيل البيوت الطين بالابيض، اما تكحيل البشر بس سواد. حنا جالسين نكحل الحين. شفتوا عكس كحل يا مكحل. اللون الطيني اذا كحلناه بالبياض يطلع من اروع ما يكون. شوفوا شلون المدخل، وشوفوا شلون الدرايش، وشوفوا شلون غرفة الحطب. التكحيل رائع. طبعا البيوت الطين تكحل بالبياض على خلاف تكحيل البشر. تكحيل البشر بالسواد، بيوت الطين بالبياض. والدنيا كلها سهالات. هل الاولين الله يرحمهم كان ما عندهم الدنيا ماشيين به غصب. هذولا امالنا ما شاء الله يبي يخبزون يسعدون للعشاء. هذه الفرادة ماسورة. يلا تذكرت خالتي اللولو الله يذكرها بالخير، كانت هي اللي تضبط اخويزات. يلا ها يلا ايه روق روق يلا. والحطب على ساج والدنيا سهالات. هل الاولين الله يرحمهم كانت حياتهم كلها سهالات، ماشيين الدنيا غصب. اي والله. اقلب. ترى هذا بر ما عندهم لا خمير ولا غيره. اللي بجنبه جالس يقلب. وين انغمت. اقلب يا مدير. اقلب. هذا ايه هذا العصا، هذا عصا القلب. اقلب عسى ما يقلب كشر. اي والله اقلب. اي وانتهت اخوي ذي. وعليكم بالعافيه.